بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا عايز اشكر اهل المحله بقلبي وبعقلي وبفكري وبروحي. تحيه لاهل المحله اللي خرجوا بثوره مصر يوم 6 ابريل عام 2008. شعب المحله اللي العالم بيتكلم عنه، شعب المحله اللي بيقود معنا الان ثورة مصر الحقيقية، ثورة 25 يناير التي لم تكتمل، ثورة مجيدة حتى النصر، ثورة بجد من المحلة لغاية مصر القاهرة إن شاء الله. أنا بحيي ابننا الرائع اللي قال إنه هيبدأ أول اعتصام غدا لكي يكون هناك دعوة لكل المواطنين للنزول في الشارع قبل يوم 30. احنا اخترنا المحلة ليه ننطلق منها النهاردة؟ اخترنا المحلة عشان نرد على اول امبارح للي قالوا ان احنا هننزل يوم 28 عشان نمنع حد ينزل يوم 30. فاكرين مين اللي قال كده؟ المؤيدين. حينما يتحدث المؤيدين بلغة التهديد فشعب مصر لا يقبل التهديد ولا يستسلم لهذا التهديد. شعب مصر اقوى وابقى. نعم، حينما يتحدث البعض عن ان الثورة انتهت وما فاز بها فاز والشعب المغلوب على امره سوف يستسلم، فهذا هراء. نعم، نحن جئنا اليكم اليوم ونحن كلنا ثقة في ان شعب المحلة سوف يستمر من اليوم حتى يوم 30 ثورة عظيمة حتى النصر، حتى الحرية لمصر. نعم، نحن من هنا من المحلة ومن قلب شعب المحلة نرسل بهذا الخطاب إلى كل أسرة في مصر، نرسل بهذا الخطاب إلى كل رجل وامرأة، إلى كل شاب وفتاة، ونقول حان الوقت لكي يعود الحق إلى أصحابه. نعم، الثورة التي نريدها نحن غير الثورة التي يريدونها هم يريدون ثورة لخلافة في أذهانهم، ونحن نريد ثورة لمصر العظيمة العريقة التاريخية صاحبة الحضارة. المحلة عليك كلمتها، المرسي تحقيق أزمتها. احال احال يا مجدد خيل، يا مجدد خيل، يا حرس يمين. أيها الشعب العظيم، شعب مصر، نعم أنتم النموذج الرائع لشعب مصر. أتمنى أن هذا العرس في المحلة اليوم ينتقل إلى كل مدينة، بل كل قرية، بل كل شارع، بل كل منزل، بل كل غرفة في مصر، حتى نسترد الحرية وحتى تعود مصر إلى المصريين. أيها الإخوة والأخوات الفضليات، في هذا اليوم الذي سنتذكره طويلا نبدأ مسيرة الشعب، نبدأ مسيرة الوطنية والخلاص. من هذا اليوم ومن هذا المكان ومن هذا الميدان نعلن شعلة الحرية من هنا من قلب المحلة. فتحية لأهالي المحلة على تحرير مصر. ارحل بقى يا عم، خلي عندك دم. ارحل بقى يا عم، خلي عندك دم. مصر النهارده محتاجة أكتر أولادها. مصر النهارده محتاجة كتير وقفة رجالتها. مصر النهارده عايزة تشوف دفاع الشعب عنها. مصر النهارده أكتر يوم محتاجة كل امرأة وكل رجل وكل فتاة، بل كل طفل يدافع عنها
وعن ميتها. حتى المية وحتى النور مش مخلينا حاجة لا نفكر فيها ولا حتى نحلم بيها. انا بقول للرئيس للأسف اللي ما زال رئيس رغم فقدان شرعيته: ايها الرئيس، عليك بالرحيل قبل 30 يونيو. نعم، عليك بالرحيل، واستجب الى نداء الشعب بالضبط. فليرحل يا فاقد للشرعية، يا فاقد للشرعية، فلترحل. ها هي اصوات المصريين تقول انك لست رئيسا. ها هي اصوات ابناء المحلة ترتفع وتهتف وتقول: عد الى بيتك. نعم، لن تحكم الجماعة مصر بعد اليوم. نعم، لن تحكم الجماعة مصر ولا شعب مصر. ان شاء الله، ان شاء الله. نعم ايها الاخوة والاخوات، من هذا المكان الثوري، من هذا المكان، يوم 30 العصر محمد مرسي بره القصر. يوم 30 العصر الثورة هتحكم مصر. الله. يوم 30 العصر الثورة هتحكم مصر. ايها الاخوة والاخوات، الكلام معكم سيطول لانه كلاما من القلب، ولكن اريد ان ارسل برسالة من خلالكم الى اشقائكم في كل مكان في مصر، بل كل مصري خارج مصر. حركة تمرد كانت عنوانا لرفض الشعب المصري لحكم مرسي والاخوان. نعم، ما تفعله الشرطة المصرية اليوم والاعلان الذي خرج عن نادي ضباط الشرطة الذي قال انه سينضم الى الشعب يوم 30، نحن نقول لهم: الشعب في انتظار كل رجل شريف، ونحن نربأ بأي شخص مصري أو أي مواطن مصري أو أي انتماء مصري أو أي فصيل مصري أن يقف ضد شعب مصر وثورة مصر يوم 30 يونيو إن شاء الله. لذلك نحن نعلن من هنا أن تيار الاستقلال يضع يده في يد جميع التيارات السياسية بل وجميع الجبهات والأحزاب من أجل أن تعود مصر حرة أبية. لن تكون هناك خلافات، ونقول لمن يحاولون زرع بذور الفتنة: لن تفلحوا، لن تفلحوا، لن تفلحوا. إن هذه الملحمة التي أراها اليوم هي تعبير عن نضال مستمر، هي إصرار من شعب مصر على تحرير هذه البلاد. نعم، إنني من هنا أعلن رفضي الكامل لبناء سد النهضة، وأقول إن شعب المحلة معي، وأنا على يقين أنه سيحارب من أجل منع هذا السد ومن أجل بنائه ووقف الاعتداء على مصر. نعم، لن نسمح باستكمال بناء السد، وها هي رسالة لإثيوبيا الشقيقة الإفريقية: فلتتخلصوا من هذا الحكم الذي سيجلب لكم الدمار. شعب مصر لن يستسلم ولن يتراجع، وسوف يصر على هدم هذا السد وعلى الحكام الذين بنوا هذا السد. لن نفرط في نقطة مياه، ولن نفرط في ثروة حبانا الله بها. إن مياه النيل لم يصنعها الإثيوبيين، إن مياه النيل حبانا الله بها، وهي من صناعة العناية الإلهية، ولا يمكن لأي بشر ولا أي كائن من كان أن يمنعها عن مصر أو عن شعب مصر. نعم، نحن نعلن من هنا: إذا كان الرئيس